تعرفوا إننا لو عايزين ديكور هادي ورايق مش محتاجين نشتري قطع ديكور كتير، وإننا ممكن نعمل حاجات كتير أوي بإيدينا وهيكون شكلها حلو ومميز أوي. زي كل القطع دي معمولة من أدوات بسيطة وخطوات سهلة جدا، وإعادة تدوير لحاجات موجودة عندنا كلنا في البيت. حتى الورد الشيك ده كمان ممكن نعمله بنفسنا. تعالوا أقولكم نعمله ازاي. استخدمت مناديل مطبخ وطبقت المنديل نصين، وبعدين قصيته، وبعدين هطبقه نصين كمان وأقصه. هحط بقى الأربع قطع فوق بعض كده وهطبقهم نصين ونصين كمان، وآخر نصين هيكون في الآخر الشكل كده على شكل مثلث. هقصهم من فوق بالشكل ده كده كأنه قلب، وهيكون في جزئين من فوق كده. همسكهم وهلفهم واضغط عليهم كده عشان لما افتحهم من بعض تكون الأطراف بالشكل ده. عملت منديل تاني بنفس الطريقة، وبعدين استخدمت بقى بلاشر ولونت قطع المناديل بالشكل ده. ممكن نستغنى عن الخطوة دي لو عايزين الورد أبيض، أو ممكن نستخدم من الأول مناديل صفرا اللي بتكون ملونة جاهزة. لما أخلص بقى هجيب سيخ شيش طاووق وهلونه أخضر. هبدأ بقى أدخل المناديل من الطرف المدبب ده، ومن فوق هحط شمع وهثبتها بالشكل ده، وبعدين هحط شمع بقى على المنديل نفسه وأثبت القطعة اللي بعدها عليها بالشكل ده. وهفضل أكرر الخطوات لحد ما نخلص ال8 قطعة. وطبعا نقدر نكبر الوردة لو حابين ونستخدم مناديل تاني. بجد الوردة لما بتخلص بيكون شكلها حلو قوي وكأنها حقيقية. ولو حابين كمان بقى ممكن نزود فروع باللون الأخضر كده ونثبتها على سيخ الشيش طاووق تحت الوردة بالظبط. كده الوردة خلصت. طب نحطها في ايه بقى؟ بسيطة قوي. هنفتح دولاب المطبخ اللي متخزن فيه برطمانات مش عارفين هنعمل بيها ايه، وهنطلع واحد بقى يكون سادة أو فيه حتى أي تضليع أو حركات كده وهنستخدمه. بالنسبة للمضلع ده أنا مش محتاجة فيه أي حاجة تاني، أنا بس استخدمت خيط خيش من فوق كده وعملت فيونكة وبس خلاص. هحط فيه الورد وشكله قمر. وطبعا ممكن نقصر أسياخ الشيش طاووق على حسب طول البرطمانات. بالنسبة بقى للبرطمان السادة، أنا لفيت الخيط عليه من النص كده، وبعدين حطيت من الشريط ده وعملت عليه فيونكة من الخيط الخيش. شكله بسيط جدا وحلو قوي. ممكن كمان نستخدم ازازة زي دي ونرسم عليها زي كده او نستخدمها زي ما هي. الافكار كتير قوي، بس المهم اننا ننفذ ونفرح نفسنا بالحاجات المتاحة. وبس كده. قولولي بقى في الكومنتس حبيتوا الورد في ايه اكتر.